الناس كلها بتشتغل في كل الاتجاهات. ارجو كل مواطني الاسماعيليه تنفيذيين معانا، تنفيذيين مع كل التنفيذيين. التموين بيشتغل شغل 24 ساعه، 36 ساعه في 24 ساعه، بس عنده مشاكل. انتوا ما انتوا كلكم معانا على القعده. هو عنده مفتشين يكفوا كل الدنيا؟ عنده موظفين ناقصه زي اي حد. عنده سلوكيات مش مظبوطه، في سلوكيات مش مظبوطه. في ناس في المنافذ بتقسم على الناس. في واحد غاوي يعقد على الناس. طب ما نقف ونبلغ ونقول ده وحش يتشال، او قول وحش ومالكش دعوه بالقرار ايه. انما ما تسكتش، ما تسكتش وبعدين تتكلم مع اللي جنبك. يا عم هم عارفين كل حاجه وساكتين. لا يا حبيبي احنا مش عارفين. قول لنا ولما نتهاون قول والله ده قصر. انما عيب ان احنا نسكت. عيب، مش عيب وبس، ضلال ان احنا نسكت. اقول ايه؟ السكوت على الحق ايه؟ طرف. انا بقول اهو طرف. لازم ناخد بالنا، لازم كلنا نبقى حاجه واحده، لازم كلنا نسعى عشان نبني البلد بالشغل مش بالتطاول، بالعمل. نحس بعض على العمل، نبطل بقى الموضه ان احنا قاعدين بس ندور الحافز فين؟ القضاء فين؟ لا انت بتاخد مرتب. يا ريت يبقى في دعوه عندنا. تخيلوا لما الرئيس السيسي امبارح بيقابل ست معدمه بتتبرع بالحلق بتاعها البلد، واحنا مش قادرين نتبرع ب 5 جنيه. يا اخي اللي مش قادر يتبرع ب 5 جنيه يتبرع بجنيه، يتبرع ب 2 جنيه. هتجمع، هنقول احنا عملنا حاجه. انما احنا ودن ودن عجين ابدا. والحاجات دي ما بيتضغطش فيها، ما بنديش اوامر. احنا بنقول تحس وطني، اللي نقدر نعمله. يا ريت تبقى كده. وكل الثوريه طلعت من الاسماعيليه، يا ريت يبقى عندنا مبادره بكده في كل المديريات وفي كل المراكز. نقول احنا اتبرعنا بكذا. هيئه قناه السويس اللي جوه الاسماعيليه اتبرعت، ومش اتبرعت. مفيش حد بيتبرع لمصر. مصر خيرها على الدنيا كلها وخيرها على المصريين كلهم. اللي بيدي بيشارك يا زلمه. احنا وهو معانا معالي وزير الاسكان رئيس الوزراء الحالي، انا اللي طلبت منه يجيب مقاول عشان ياخد الانهار والكلام ده. قلنا هندي 6 عمارات ونبني 2 برج ونعمل لهم تنسيق ونسكن الناس اللي طلعوا منهم، وبعد كده نهد بقيه العمارات. لما جبنا المقاول جاي من القاهره قال لي طيب يعني هيهد وقصد الهد يشيل العناط ويمشي. قلت له لا، ادفع لنا فلوس. امال الناس ديت يعني هنديها ايه تسكن وكلام من ده؟ قال لي ماشي، هنكلمه في 100,000. طيب انا بتكلم مش فيها كام. الكلام ده اللي بيتقال ده في المجالس ما يجيبش يطلع قدام الناس كلها، لكن انا بحكي ما عندناش حاجه تخبيها، كل حاجه على عينك هتاكل. لما جالنا المقاول مهندس عطيات معانا هنا، قلت لمدير الاسكان هات لنا ناس تعمل ممارسه مع المقاول ويقول 100,000. المهم وصلنا ل400,000 250,000. شطاره، شطاره. مضى الراجل ورد الفلوس. قلنا بقى ناخد الكلام ده نحل بيه مشاكل الاسكان المنطقات دي اللي زي في الاحلال والمنطقه الخامسه والبلاوي السوداء، لان ما عندناش ليها بنود نطلع منها. ما فيش بنود بتقول ان الناس ديت متهالكه حل لها دي، ما عنديش الكلام. ولازم نحل للناس دي. ما فيش 48 ساعه وكان مقاول راح بقى عشان يهد، لقيناه جاي يصرخ. السكرتير العام كان موجود يقول لكم هاتوا لي فلوس، انا مش عايز حاجه. يقول اطلع من هنا كويس، مش عايز حاجه. ايه يا عم؟ الساده المحترمين اللي اخذوا العمارات وهم طالعين، اللي شال قعده التواليت هو خارج، واللي شال الباب، واللي شال المفاصل والمفصلات، واللي شال الحلقان طب ياخد عمارات ايه الراجل؟ احنا بنضحك عليه. طب يا عمي هنديك، هنعمل لك هنا مشكله عشان واحد ياخد له باب ثمنه 10 جنيه وهو قديم ولا 5 جنيه، ضيع البلد وضيع المحافظه 250,000. في المستقبل كله بيخلص وقرن اوضاعه. الحمد لله مشي في كل الاتجاهات بعد ما تحمل المشكله. ربنا يقدرنا وننهي وندي للناس الوحدات السكنيه اللي هم عايزينها في
مع الكلام ده بيتبني القوات المسلحه بتبني المحافظه 2808 وحده سكنيه في كل المراكز. السنه دي 2280 وحده سكنيه داخلين 14 15. في منهم وحدات سكنيه ايجار، في منهم تمليك، في اوضتين او وحدتين وفي 3 غرف. كل واحد حسب امكانياته. هتيجي الشروط من وزاره الاسكان هنعلنها، الناس تقدم وتاخد الوحدات اللي هي عايزاها. ان شاء الله نحل المشكله دي اللي كانت مثاره بين القضاء وبين المقاولين وبين المحافظه بقالها من 2005 للنهارده 10 سنين. ربنا يقدرنا ومن هذه المشكله. الامن الحمد لله بدا يستقر، هنقول بنسبه قد يعني يشاركنا الراي السيد مدير الامن بنسبه 70%، بنسبه 75%. ان شاء الله بالعهد الجديد هنوصل ل 100% وافضل، وبيكم هنفضل ل 100% وافضل. بس عايزين الايجابيه، عايزين الايجابيه في الشارع، عايزين المواطن يبقى حاسس ان هو مسؤول. ما ينفعش يا شباب وما ينفعش يا مواطنين الاسماعيليه امين شرطه في المرور يتضرب الساعه 10 الصبح بالرصاص ابراهيم سلامه والعربيات رايحه وجايه والناس ماشيه ويعدي كده. ما ينفعش، ما ينفعش. انا مواطن لو اعزل ده راكبين موتوسيكل، الموتوسيكل ده ملوش اساسا اتزان، لو اي حد رمى نفسه عليهم هيترموا. ودايما الناس دي الجبن هو سيدهم، الناس دي مش ما عندهمش شجاعه.